اشرح بقى. والله يا كابتن، انا من كتر فرحي، انا ما يعني من كتر زعلي انا ما فرحتش. اه ما انا زعلان اللي الزمالك خسر، ومبسوط اللي انا كسبت عشان نادي الاسماعيلي. طبعا الفريق الكبير اللي انا فيه ما فيش فرق ما بينه وما بين اهلي ولا زمالك. واللي زعلنا اكتر الجمهور، بس اللي هو اللي جاي عليا قوي اللي انت بتقول اللي انت فرحت. هو في فرحه، في فرق فرحه عن فرحه. يعني ممكن افرح وانا من جوايا اصلا زعلان، وفي العكس. انت فاهم قصدي يا كابتن؟ يعني في ناس ممكن اللي هي تكون عامله زعلانه وهي اصلا من جواها فرحانه. لا، انا مش كده. انا طبيعتي اللي انا مبتسم على طول. يعني دي طبيعتي. حتى لما جبت الجون، انا كنت ممكن اجري وافرح وبتاع، لكن عمري ما اعمل حاجه زي كده. لكن انا الابتسامه اللي ظهرت دي من القلب. انا متعود كده. حتى لو في عزا، انا في ابتسامه في وشي. انا دي على طول، دي كده الحمد لله عندي يعني. بس الناس مكبراها، انا مش عارف الموضوع ليه يعني. الزمالك يعني لك ايه؟ بيتي. بيتي، وانا موجود فيه وهبطل فيه ان شاء الله. واللعيبه؟ صحابي واخواتي وعشرة عمري، وحتى بعد الماتش بنتكلم. وحتى انا شرحت لحازم الموقف. كلمت مع حازم كابتن الفرقه، شرحت له الموقف بتاعي بالظبط. وقال لي يا اسلام ما تزعلش من الناس وبتاع، ده اكل عيشك وانت كنت راجل في الملعب، وانا ما شفتش منك ولا انت غليت على صاحبك ولا غليت على حد، ولا زي الناس بتقول. انا ما عملتش مني، ما فيش اي حاجه حصلت من الكلام ده. كل اللي انا عملته اللي انا لعبت راجل في الملعب، زي انا متعود على طول بلعب راجل. بس انا ما خدتش فرصتي اللي هي الكافيه زي الناس بتقول اللي انت ما لعبتش كده ليه في الزمالك. عشان انا يا كابتن، انا في الزمالك العب ماتشين التالت اقعد، العب ماتشين التالت اقعد. يعني هم مثلا كانوا حاطيني اللي انت احتياطي، وما بتكلمش ولا بفتح بقي. ليه؟ عشان كنا السنه اللي فاتت كلنا بنحب بعض، كنا عايزين ناخد بطوله. مين لعب مين ما لعبش مش فارقه. حتى انا مش فارق معايا، بس انا اسمي دلوقتي واخد دوري وكاس. ده اللي كان منجحنا السنه اللي فاتت. بس جمهور الزمالك تقول له ايه؟ جمهور الزمالك في ناس كتير زعلانه، في ناس كتير واقفه معايا. بتقول لي دي الكوره، ده الاحتراف. بس انا بقول للناس اللي زعلانه مني ما تزعلوش. مش قصه 3 بونت راحوا والدوري راح، لا ده لسه بدري جدا. ان شاء الله بكره لو باذن الله الزمالك يكسب ان شاء الله بكره، يبقى الفرق برضو لسه في بونت، ولسه الدوري بعيد. وما تزعلوش، ويا ريت ما حدش يزعل مني عشان انا ما عملتش حاجه غلط. لعبت اني بلعب في نادي كبير، نادي الاسماعيلي، وده واجبي اللي انا اعمل حاجه زي كده، عشان ده مش مكانه نادي الاسماعيلي. نادي الاسماعيلي على الاقل لازم ينافس السنه دي على الدوري وكاس ان شاء الله، وده هيحصل باذن الله. ما جيم